السلام عليكم الخوت، كي راكم دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى على ان تكونوا كاملين في تمام الصحه والعافيه وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نعاودوا نديروا فيه رياكشن على الاعلام الجزائري مره اخرى. الاعلام الجزائري هذه المره لا زال لم يستسغ فكره وصول المنتخب الوطني المغربي الى نصف نهائي كاس العالم هناك بقطر. الإعلام الجزائري يبخس إنجاز الأسود. الإعلام الجزائري يتهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتقليد نظيرتها الجزائرية في كل شيء. الإعلام الجزائري يتهم المنتخب الوطني المغربي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسرقة هذا الإنجاز من الجزائر. الإعلام الجزائري يبين عن الحقد الدفين تجاه المغرب. حنا غادي نتفرجوا في هذا الفيديو وغادي نشوفوا الحوار اللي دار في بلاطو قناه جزائريه حول موضوع المنتخب الوطني المغربي. نشوفوا الفيديو ونرجعوا عاوتاني نكملوا الموضوع ديالنا. شوف عماد، انا قلت لك في السابق علينا ان نتجنب، شوف معي، علينا ان نتجنب التحليل برده الفعل. نحن سوف نسقط في هذا المستنقع بعد وصول المغرب الى النصف. تخيل، بعد فوز الجزائر يا عماد بالتاج الافريقي في 2019، قم بجولة عبر كامل البلاطوهات العربية، سوف تجد الجزائر كانت دائما حاضرة كمحور نقاش، والكل كان يتحدث عن الجزائر بطريقة مثلى ويقول لك الجزائريون والفيدرالية الجزائرية والسلطات الجزائرية والإعلام الجزائري والناخب الجزائري. كانت الجزائر في يعني بعد الفوز بالتاج الإفريقي كانت يعني موضع نقاش وتحليل العديد من البلاطوهات العربية والإعلام العربي، وكانت في القمة القمم كمثال حي يجب أن يقتدى به. اليوم نحن أيضا سوف نسقط في هذه ردة الفعل. يعني سوف نتحدث عن المغرب بوصوله إلى النصف، وسوف نحلل وفق هذه النتيجة وهذه الطفرة، وسوف نقول بأن المغرب فيه كذا وكذا والمغاربة قاموا بكذا وكذا. يا عماد، عندما يعود المغرب من الأراضي القطرية، وعندما يعود المغرب إلى القارة الإفريقية، سوف لن تشاهد ما شاهدته في الدوحة. سوف تشاهد مغرب آخر. سوف يعاني المغرب في التفوق على المنتخبات الإفريقية في أدغال إفريقيا. سوف لن يستطيع الركراكي أن يفوز ولا يسجل عليه في أدغال إفريقيا في 5 مباريات ب0 هدف. سوف يعاني الركراكي بتحضير زياش في الأراضي الإفريقية، وسوف لن يلعب زياش وحكيمي بنفس النهج وبنفس الجرينتا التي لعب بها في المونديال. تقصد أن المغرب ربما سيعاني أمام منتخب لا نتحدث عن المغرب كمغرب يا عماد. شوف، لا، بعد وصوله للنصف النهائي هل تعتقد أنه عند عودته لتصفية كأس إفريقيا مثلا هل سيعاني أمام منتخبات إفريقيا؟ سوف يعاني يا عماد، والأيام بيننا ويعني احتفظ بهذا يعني في هذا المقطع من الفيديو، وسوف نعود بعد إذا كنا من الأحياء يعني طبعا سوف نعود وأحدثك عن المغرب عندما يعود إلى أدغال إفريقيا. سوف لن يقدم ذلك المستوى الذي نشاهده في المونديال. عندما تحدث بالماضي يا عماد، عندما تحدث وقال في بلاطو فرنسي بأننا لو تأهلنا إلى كأس العالم سوف أطمح إلى الذهاب إلى النصف، الركراكي يعني جسد مقولة بالماضي بوصوله إلى صحيح. تقنيين ومعنا تقنيين هنا في البلاطو يتحدثون عن يقولون يسهل عليك اللعب أمام منتخبات أوروبا في المونديال ويصعب عليك مواجهة. هذا هو الذي أردت أن أقوله. عندما تتبارى مع الأوروبيين في مونديال في ملاعب قمة وفي ظروف يعني كروية محضة، لا حكم منحاز ولا أرضية ملعب يعني منهارة ولا منتخب يغلق عليك كل المنافذ بطريقة غير رياضية، ولا حرارة ولا رطوبة، تستطيع أن تلعب وتؤدي مباراة وفق التكتيك الذي تراه ووفق النهج الذي تراه. وأيضا يعني اللاعب الإفريقي عندما يذهب إلى المونديال يكون في قمة التركيز ويعطي كل ما لديه، عكس ما عندما يذهب إلى أدغال إفريقيا وكأنك تبعث به إلى الجحيم. لذلك يا عماد لا يجب أن نتوقف عند صنيع المغرب ونقول بأن المغرب وصلت وأن المغاربة قاموا لا. عندما تعود المغرب إلى أرض الواقع اللي هي إفريقيا سوف نحكم على المغرب.
كما شفتوا الخوت في الفيديو، المعلق الجزائري لم يستسغ فكرة وصول المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم. هناك بعض المحللين الرياضيين الذين أبانوا عليه الحقد الدفين تجاه المغرب، حتى من المعلق حفيظ الدراجي، المعلق المعروف على قنوات بين سبورت القطرية، قال في واحد المنشور ديالو على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المغرب كيحاول يسرق تنظيم كان 2025 من الجزائر، وعلى أن هناك أمور تدور بين الجامعة الملكية المغربية ونظيرتها الاتحاد الإفريقي في الكواليس، يعني كولست تنظيم كان 2025. هاجس ديال المغرب يبقى دائما في أذهان الجزائريين، لا أعمم، لكن هناك أغلبية الجزائريين يبينون على الحقد الدفين تجاه المغرب. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. معليا غير نقول لكم تهلاو في راسكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. تهلاو الخوت.